المشاهدون الأكارم، أسعدتم أوقاتا أينما كنتم بكل خير. نشرة الأخبار نقدمها لكم من تلفزيون دولة إريتريا، نستهلها بالعناوين. اختتام السيمينارات المنتظمة بمناسبة ذكرى عملية فنقل التاريخية. جهود فعالة لرفع مستوى الوعي من أجل القضاء على الممارسات المتخلفة. فرع جمعيات المعلمين في الأوسط ينظم دورة تدريبية في الإدارة والقيادة لأعضائه. اجتماع أفريقي يبحث الصراع بالكونغو الديمقراطية. إيران وباكستان تعززان المستوى العملياتي في المجال البحري. وترامب يلوح بفرض رسوم على اليابان أمام رئيس وزرائها. أهلا بكم. أقيمت سيمينارات موسعة للشباب والموظفين الحكوميين وغيرهم من الضيوف في الفترة من 6 إلى 8 فبراير في إطار الاحتفال بالذكرى 35 لعملية فنقل الإعجازية. وركزت السيمينارات على النقل البحري للثورة الإريترية بشكل عام والجبهة الشعبية لتحرير إريتريا بشكل خاص، وكتاب حرب سالين 1977 بالإضافة إلى النزاعات وحلها. وقدم الكابتن روزاريو دادسي شرحا مفصلا عن الخلفية التاريخية للنقل البحري وتطوره وأهميته للثورة الإريترية والظروف الصعبة التي مر بها في كل مرحلة، مستعرضا دوره الكبير وكفاءته في عملية فنقل. وفي مداخلة لحاكم إقليم شمال البحر الأحمر السيدة أسمرة أبرهة قالت إن الثورة الإريترية حققت إنجازات بطولية ورائعة ليس فقط على الأرض وبل في البحر أيضا ضد قوة ضخمة، موضحة أن السيمينارات كانت فعالة لأنها جمعت صناع الحدث بالجيل الجديد وجها لوجه. وقال العقيد أحمد محمد علي من القوات البحرية الإريترية إن قوات الجبهة الشعبية دمرت قيادة نادو إز بعد مؤتمرها الثاني التوحيدي، وتمكنت وبشكل لم يتوقعه العدو من إقامة جبهة بحرية، وأظهرت قدرتها على تنفيذ عملية فنقل، مبرزة روحها القتالية القوية في إحباط الهجمات المتكررة للعدو من جزيرة الدهلك بعد عملية فنقل. بالإضافة إلى ذلك تم تقديم سيمينار ركز على كتاب عن حرب سالين عام 1977، حيث تم تقديم شرح عن التفاني والبطولة التي أظهرها المقاتلون وخاصة النساء. وفي السيمينار الذي تطرق إلى النزاعات وحلها تم التأكيد على أن أساليب حل النزاعات التي يتبعها مجتمعنا هي أساليب فعالة ويجب اتباعها. أفاد برنامج أقيم في كركبات بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة ختان الإناث الذي نظم على مستوى إقليم الكاشبركة، أفاد أن التدابير التوعوية المتخذة للقضاء على ختان الإناث والزواج دون السن القانونية والممارسات الضارة الأخرى تعطي نتائج مشجعة. وقال مدير مديرية كركبة السيد عبد الكريم إدريس إن إحياء هذا اليوم له أهمية في رفع الوعي العام وتأثيره الإيجابي، وحث المجتمع وكافة الأجهزة الحكومية على مواصلة أنشطتها على أعلى مستوى. وقال القائم بأعمال مسؤول فرع وزارة العمل والرعاية الاجتماعية السيد تسفى جبرائيل جبرسلاسي أن حملات التوعية تجري في جميع المديريات للقضاء على ختان الإناث والممارسات المتخلفة الأخرى، وحث اللجان المشكل على مواصلة العمل في مديريات كركبت وسلعة وفورت الساوة وهيكوتا ودق. وقال رئيس قسم الرعاية الاجتماعية بإقليم الكاشبركة السيد منقس جبر كيدان إن العمل الذي تم على مستوى الإقليم وصولا إلى إدارات الضواحي والبلدات أمر مشجع، لكنه حث المجتمع بأكمله على المساهمة في تحقيق الإنجازات التي يمكن أساسها المجتمع. وفي الختام حث السيد فرانكو كوباب المدير العام لقسم خدمات الاجتماعية في إدارة إقليم الكاشبركة حث على تعزيز الاهتمام بالارتقاء بالوعي، باعتبار أن القضاء على الممارسات المتخلفة يعتمد بشكل أساسي على ذلك. نظم فرع جمعية معلمي الإقليم الأوسط تدريبا في الإدارة والقيادة ل 443 من مديري المدارس والإداريين والمسؤولين التربويين من جميع المدارس.
وقال رئيس الفرع الأستاذ دانيال منغستاب أن التدريب الذي أقيم في أسمر خلال الفترة من 6 إلى 8 فبراير الجاري يهدف إلى تعزيز كفاءة مديري المدارس لزيادة فعالية العمل. وقالت الأستاذة سنايت عقبة ميكائيل سكرتيرة فرع الجمعية إن هدف الجمعية هو تعزيز النمو المهني وتطور المعلمين، ولتحقيق هذا الهدف قالت إن الجمعية تنظم دورات متواصلة وستستمر في ذلك. وحث رئيس مكتب التعليم في مديرية قلا نفحي الأستاذ دانيال سلمون على تقديم التدريب نزولا حتى مستوى المدرسة نظرا إلى أهميته في عملية التعليم والتعلم. وركزت الدورة التدريبية التي قدمها خبير إداري على تقنيات القيادة ومبادئ القيادة المدرسية والتخطيط والخلافات وسبل حلها، وكذا مهام وأدوار مديري المدارس والرؤية والرسالة والأهداف. شهد الإقليم الجنوبي تخريج 239 طالبا وطالبة تلقوا تدريبا في العلوم الاجتماعية في الفترة من 21 من يناير إلى 4 فبراير. وقال مسؤول فرع اتحاد الشباب والطلاب السيد قرماي قبرو في حفل التخريج الذي أقيم في مندفرة، قال إن المتدربين جاءوا من 25 مدرسة ثانوية في 12 مديرية. وقال رئيس اتحاد الشباب والطلاب السيد صالح أحمد دين إن طلاب الشباب اكتسبوا المعرفة التي من شأنها تعزيز وعيهم الوطني إلى جانب دراستهم الأكاديمية، مذكرا إياهم بضرورة العمل على التأثير على أقرانهم وتعزيز مؤسسات الاتحاد. وركزت الدورة على الخلفية التاريخية لاتحاد الشباب والطلاب وأنشطته والوطن والوطنية والميثاق الوطني ومعنى الأيديولوجية والسياسة والاقتصاد والتكنولوجيا والحفاظ على البيئة والحرب النفسية وعلم نفس الانتصار. مشاهدينا، كانت هذه حصيلة الأنباء على الصعيد المحلي. فاصل قصير من ثم نعود لمتابعة الأنباء على الصعيد العالمي، فكونوا معنا. على الصعيد العالمي، يجتمع زعماء تكتلات إقليمية من شرق وجنوب إفريقيا في تنزانيا للبحث عن حل للصراع في شرق الكونغو الديمقراطية، حيث استولى مسلحون مدعومون من رواندا على مدينة رئيسية في أسوأ تصعيد للقتال منذ أكثر من عقد من الزمن. وحث الرئيس الكيني ويليام روتو جميع القوات المسلحة في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية على وقف الأعمال القتالية. وقال روتا الذي يرأس حاليا مجموعة شرق إفريقيا ندعو جميع الأطراف إلى تفعيل وقف إطلاق النار، وخصوصا حركة M23 لوقف المزيد من التقدم والقوات المسلحة في جمهورية الكونغو الديمقراطية بهدف وقف جميع إجراءات الرد. ورغم الإعلان عن وقف إطلاق النار من جانب واحد، واصل المسلحون الزحف جنوبا نحو بوكافو في هجوم سريع خلف آلاف القتلى وآثار مخاوف من اندلاع حرب إقليمية. وقال مصدر إن رئيس الكونغو الديمقراطية فيليكس ونظيره الرواندي بول كاغامي اللذين تبادلا تصريحات ألقي فيها كلاهما اللوم على حكومة الآخر في تصاعد العنف وفقا على حضور القمة. أكد قائد القوات البحرية للجيش الإيراني الأدميرال شهرام إيراني على أهمية العلاقات الوثيقة مع باكستان، وقال إن الهدف من المشاركة في مناورات أمان 25 البحرية والتي تجري في باكستان وتشارك فيها إيران هي سعي البلدين لتعزيز المستوى العملياتي في المجال البحري وإجراء مناورات ثنائية في المستقبل. الأدميرال شهرام إيراني الذي يرأس وفد عسكري إيراني رفع المستوى إلى ميناء كراتشي الباكستاني للمشاركة في المناورات الدولية أمان 25 قال في تصريح صحفي إن مشاركة إيران على أعلى مستوى في هذا الحدث الدولي تعكس أهمية العلاقات الوثيقة مع باكستان. لوح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية إذا لم تتم تسوية العجز التجاري مع اليابان، وذلك أثناء استقباله رئيس الوزراء شيغيرو إيشيبا الذي يسعى للحصول على تأكيدات بشأن متانة التحالف التقليدي بين البلدين. وقال ترامب خلال ترحيبه بإيشيبا في البيت الأبيض:
نحب اليابان، وصرح بأنه يريد تحقيق التوازن في الميزان التجاري بين البلدين، ملوحا بفرض رسوم جمركية إذا لم يتم تحقيق تقدم على هذا الصعيد. وتابع الرئيس الأمريكي وقد جلس رئيس الوزراء الياباني إلى جانبه في المكتب البيضاوي: لا أعتقد أننا سنواجه أي مشكلة، إنهم يريدون الإنصاف أيضا. من جهته شدد رئيس الوزراء الياباني على أنه مصمم على العمل مع واشنطن من أجل السلام في العالم، وقال لترامب إن اليابان مستعدة لتعزيز الاستثمارات في الولايات المتحدة، مشيرا إلى خطط لشركتي تويوتا وإيسوزو. أعلنت السلطات الأمريكية العثور على طائرة تتطابق مع وصف طائرة فقدت في ألاسكا وهي في طريقها إلى مدينة نوم، وعلى متنها 10 أشخاص، مشيرة إلى أن جميع الأشخاص الذين كانوا على متنها لاقوا حتفهم. وقال كاميرون سينيل المتحدث باسم خفر السواحل الأمريكي إن أطقم الإنقاذ لم تتمكن من فتح الطائرة بشكل كامل. وفي وقت سابق قالت إدارة الإطفاء في مدينة نوم أن قائد الطائرة أبلغ مراقبي الحركة الجوية في أنكوراج أنه ينوي الدخول في مسار انتظار حتى يتم إخلاء المدرجة قبل أن تختفي الطائرة، مضيفة أنها لا تملك معلومات محدثة عن موقع الطائرة المفقودة. وتحطم هذه الطائرة يأتي بعد حادثين جويين مأساويين شهدتهما الولايات المتحدة في الآونة الأخيرة. مشاهدينا، نختم نشرة هذه الفترة بالتذكير بأهم وأبرز العناوين. اختتام السيمينارات المنتظمة بمناسبة ذكرى عملية الفنقلة التاريخية. جهود فعالة لرفع مستوى الوعي من أجل القضاء على الممارسات المتخلفة. فرع جمعية المعلمين في الأوسط ينظم دورة تدريبية في الإدارة والقيادة لأعضائه. اجتماع أفريقي يبحث الصراع بالكونغو الديمقراطية. إيران وباكستان تعززان المستوى العملياتي في المجال البحري. وترامب يلوح بفرض رسوم على اليابان أمام رئيس وزرائها. سادتي سيدات، هكذا نكون قد وصلنا وإياكم إلى نهاية نشرتنا لهذه الفترة المسائية. هذه تحيات الفريق العامل، والسلام عليكم ورحمة الله.